قبل ما نبدا الفيديو كده عايز اقول لك انا سايب لك مفاجاه حلوه قوي في نهايه الفيديو، ان شاء الله هتعجبك. يلا بينا نبدا. انا مش جاي اقول لك في الفيديو ده ولا كلام تحفيزي ولا كلام تنميه ذات ولا اي حاجه من الكلام ده، انا بس كانت بتواجهني شويه مشاكل والحمد لله قدرت الاقي لها حل. الله اكبر عليك. وجاي في العاده اشاركك التجارب بتاعتي في المشاكل دي، وبما ان نسبه كبيره قوي من متابعيني في نفس سني فاكيد المشاكل دي بتمر عليهم او معظمها يعني. جاهز بقى هويتك الجميله لان الفيديو ده دسم قوي بس سريع الهضم. في سن اللي انا فيه دلوقتي ده حاليا ما عنديش اي حاجه املكها غير الوقت، والحقيقه هي دي المشكله لان عندي وقت طويل جدا طول اليوم ومش عارف استغله صح ومش عارف احطه في المكان الصح اللي يجيب لي عائد على مدار الوقت، ولاني دايما مسحول ومسروق ووقتي بيتسحب مني وانا مش واخد بالي. بس عرفت ايه اللي بيسرقني، الحرامي ده. وطبعا مش عشان قاعد طول اليوم بقى وطول الليل قاعد بحب في التليفون وبضيع وقتي والكلام ده، اكيد مش بعمل كده يعني. احلى واجمل واطعم اداره في الدنيا. عامله ايه يعني؟ ايه وحشتيني والله. عارف ايه اكتر حروف بحبها؟ عشان بيكونوا اسمك يا حبيبتي. لا مش جايلي نوم خالص والله، ده انا حتى بصل لحد الساعه 7 الصبح يعني عادي. لا عادي. الضحكه دي يا الناس كنتي يا خلصوا. يعني ايه بقى؟ يعني ايه؟ بغني لك اغنيه حلوه. كان يوم حبك اجمل صدفه لما قابلتك مره صدفه ياللي جمالك اجمل صدفه. اكيد مش انا اللي بعمل كده، وانت اكيد برضه ما بتعملش كده. انت كويس، انت ما بتعملش كده، انا عارف. ما فاكش حاجه. نقطه صغيره بس وهي اللي انا عايز افكرك ان انا عايز اوصل ل 5000 متابع في اقرب وقت، فالاشتراك واللايك بجد بيدعموا المحتوى بشكل خرافي، فما تنساش الاشتراك واللايك. لايك بقى يعني لايك، فجر اللايك، ادعس اللايك يعني اللايك كده. الريلز والشورتس واي منصه حرفيا على التليفون بتاكل وقتي بشكل مش طبيعي، بس كويس ان انا من الناس الواعيه اللي عارفه ان انا عندي مشكله، وحاولت بقدر الامكان ان انا امنع الموضوع ده لاني كنت بضيع حرفيا فوق ال6 ساعات كل يوم على الهبد ده غير بقى اضرار الموضوع اللي بتيجي عليك بالسلب على دماغك من الحاجات دي، بس انا مش هتكلم عليها، انا بس جاي اكلمك في التهدير بتاع الوقت. فاخيرا قررت اشوف حل، فحاولت اعمل زي ناس كتير قوي، وهو ان انا انزل من البيت بتليفون زراير عشان ما يبقاش معايا تليفون تاتش وبتاع، بس للاسف التجربة فشلت فشل ذريع. والتجربة فشلت علشان حاجتين. الحاجة الأولى إن أنا ساعات بحتاج آخد محتوى معين من الريلز والشورتس والفيديوهات ديت، ساعات يعني ببقى عايز آخد محتوى مش بس بسكرول وكده، وساعات بسكرول يعني. والحاجة التانية إن أصلا يعني حوالي 75% من شغلي كلهم أصلا من على التليفون، فيعني حاجات كتير قوي بعملها لها علاقة بالشغل بتاعي على التليفون، فالموضوع كان صعب إن أنا أمشي بتليفون صغير والكلام الصعب قوي ده. فعشان احل المشكله الصعبه قوي دي لقيت البرنامج المعجزه ده ستي فري. والله لو اطول ابوس البرنامج ده لابوسه واقعد انزل فيه بوس من هنا للسنه الجايه. التطبيق ده مش بس خلاني اعرف استغل وقتي، لا ده حررني من استملاك المحتوى ليا وحررني من حاجه اسمها ادمان السوشيال ميديا. بجد التطبيق ده عمل كل ده، بجد مش هزار. تعالى اقول لك بقى التطبيق ده بيقدر يعمل ايه. التطبيق ده بيقدر يتابع وقتك كويس قوي، انت قعدت على اي منصه وقعدت عليها قد ايه بالظبط. ومش بس كده، ده كمان بيقدر يقيدهم عشان ما تقدرش تفتح المنصه ديت، يعني تقدر تعمل لها حظر او يعني حاجه زي البلوك كده علشان ما ترجعش تفتح المنصه دي. استنى هفهمك. بص، اول حاجه انت ممكن تعمل ويدجت بره على التليفون زي الويدجت اللي انا عاملها دي دلوقتي، وتتابع انت بتستخدم التطبيقات دي بنسبه قد ايه، وتشوف التطبيق اللي انت حاسس ان هو بيستهلكك كتير قوي وتعمل له حاجه اسمها بلوك، او تعمل له مثلا وقت معين يشتغل فيه ويفصل فيه لوحده. في ميزه كمان حلوه مميزه التطبيق دوت، مميزه عن كل التطبيقات اللي حواليه ديت، وهو انك تقدر تعمل بلوك لحاجه معينه جوه التطبيق. هفهمك. يعني مثلا انت من النوع اللي بتخش مثلا تتفرج على اليوتيوب، تاخد مثلا فيديو معين بتستفيد من حاجه معينه مثلا ليها علاقه باللي انت بتعمله او باللي انت بتدرسه، وداخل تاخد فيديو وترجع على طول، فجاه تلاقي نفسك اتسحلت في الشورتس، تقعد تقلب في الشورتس وانت مش عارف انت بتقلب في الشورتس ليه اصلا. التطبيق ده بيقدر يعمل لك بلوك للشورتس بس، يعني انت تخش في اليوتيوب عادي وتتفرج على فيديوهات طويله، بس اول ما بتخش عند الشورتس تلاقي التطبيق راح باعت لك ايه، رساله ان هو مش هينفع يفتح الشورت. حاجه حلوه كمان في التطبيق ده ان هو بيديك قوات يشجعك او يديك كلمه محفزه عشان ما ترجعش تكمل في التطبيق. التطبيق حلو ومفيد جدا فوق ما تتخيل، وانصحك بجد انك تستخدمه. تاني مشكله كانت بتواجهني وهي ان انا دايما افكاري بتضيع مني دايما، وحرفيا مش بعرف الاقيها تاني ولا بعرف افتكر اصلا انا كنت بفكر في ايه علشان اكتب اللي انا كنت بفكر فيه، لان زي ما انت عارف الافكار بتيجي ساعات في المواصلات، في الحمام، في وانت قاعد بتاكل، وانت قاعد بتعمل اي حاجه، ففي افكار بتجيلك كده في وقت مش مناسب، بس بتحتاج تمسك الافكار دي لان ممكن تكون فكره جهنميه تعمل لك تغير جذري في حياتك، بس الفكره دي فجاه بتضيع منك. وهنا يجي دور المنقذ بتاعي اللي هو كيب نو او جوجل كيب، يعني حديثا بقى جوجل كيب. التطبيق ده مش بس تطبيق تقدر تكتب فيه افكارك وتكتب المدونات اللي انت عايز تدونها وبس، لا ده ممكن تعمل فيه تاسكات اليوميه بتاعتك او المهام اليوميه بتاعتك، او حتى تنظم عليه شويه مشاريع صغيره مش كبيره، وتقدر تعمل قائمه تو دو ليست وتشاركها مع اي حد من صحابك، مثلا لو هو في مكان وانت في مكان وانتوا الاثنين مثلا عايزين تشتروا حاجات معينه، فهو اللي يلاقيه يجيبه يعمل عليه تشيك، وانت اللي تجيبه تعمل عليه تشيك، والاثنين بيظهروا في يعني عندك وعنده، انت فاهمني
كده يعني، فاهم قصدي؟ كمان تقدر تلون كل نود باللون اللي انت عايزه، بحيث انت تقدر تدور عليهم بسهوله يعني وانت بتقلب، يعني لو بترمي افكار كتير كده زيي فعشان تقدر تلاقيهم بسرعه. وتقدر تضيف فيه صوت، تقدر تضيف فيه صوره، تقدر تضيف فيه حاجات كتير جدا، تقدر ترسم بايدك وتكتب بايدك، فتطبيق مليان مميزات روعه. وكمان تقدر تعمل ليبلز عشان تنظم مشاريعك وتعرف تلاقيها بشكل اسرع. بجد انصحك تستخدمه وبشده. ثالث مشكله كانت بتواجهني ومفيش غير تطبيق واحد بس حرفيا قدر يحلها، وهو تيك تيك. تيك تيك ده هو افضل واسرع واسهل تطبيق تقدر تعمل فيه مهامك اليوميه اللي تقدر تنجزها بكل سهوله. وكمان تقدر تعمل تايمر لكل مهمه انت بتعملها، وتقدر تعمل منبه للمهمه قبلها ب 10 5 دقائق عشان تفكرك بيها. وكمان في خاصيه البومودورو اللي تقدر تخصصها بالوقت اللي انت عايزه عشان تقدر تخش في خاصيه الديب ورك في اي شغل انت بتعمله. تيك تيك شال من عليا ضغط كبير قوي من جوه دماغي، ما بقتش بقى شايل هم هصحى بكره هعمل ايه وايه اللي المفروض اعمله والمهام اللي المفروض اعملها وايه الشغل اللي المفروض اعمله النهارده وايه الحاجات اللي المفروض اروح اجيبها. كل ده بعمله قبل ما بنام مثلا بساعه، بصحى دماغي فاضيه، بس مجرد ما بفتح تيك تيك اشوف المهام اللي انا عايز اعملها النهارده، وكل مهمه اعملها ما اعمل عليها صح خلصت. وكل مهمه تقدر تعملها تقدر تكتب جواها تفاصيل، عشان لو بس التاسك ده مثلا مش بس التاسك ده، في جوه مثلا تفاصيل تانية ممكن تعملها، فتقدر تعمل كده كمان في تيك تيك. حبيت تيك تيك جدا لانه سهل وسريع ومش محتاج اي شروحات ومش محتاج اي فيديوهات على يوتيوب عشان تقدر تستخدمه. وكمان في خاصيه حلوه قوي وهو تتبع العادات. دي ويدجت كده بتعملها جوه التليفون تتبع فيها العادات بتاعتك، مثلا لو انت عايز تلتزم بحاجه معينه او عايز تبطل عاده معينه فبتكتبها قدامك في تيك تيك او في الويدجت ديت، وكل ما تيجي تعمل العاده دي كل اللي عليك بس انك تلمسها وتلاقي اتعملت عليها علامه صح. تقدر طبعا تتابع العادات دي انت استمريت عليها قد ايه خلال الشهر ده. ولو انت بتحبش تعمل مهامك على الورقه والقلم وما بتحبش اللي هو التدوين التقليدي ده، فانصحك بتيك تيك لو بتحب تدوين الديجيتال زيي. شفت تطبيق ستي فري اللي كنا لسه بنتكلم عنه في اول الفيديو؟ انا عندي معاه مشكله صغيره قوي، وهي ان انا ممكن بعد ما اعمل حظر للتطبيقات ارجع في اي وقت عادي افكها وارجع استخدم التطبيق عادي بالساعه وبالساعتين وبالثلاث ساعات. فجربت اني اعمل بلوك واخفي البرنامج، فلقيت نفسي برده بجيبه من المكان اللي انا خفيت منه وبفك البلوك عشان استخدم مثلا انستجرام. فحسيت ان انا مش قادر التزم قوي بالموضوع دوت، وهنا يجي تطبيق زين، وده التطبيق اللي حل لي المشكله الثالثه بتاعتي. تطبيق تنح ورخم ومش سهل زي اي تطبيق. انا كنت اتكلمت عليه في فيديوهات قبل كده وهتكلم عليه تاني وهتكلم عليه بعدين، لانه تطبيق بجد راجل يستاهل شنب. لو انت ضعيف الاراده ومش هتعرف تلتزم شويه من استخدامك للتليفون، فزين ده هيجي يقول لك خليك راجل. زين ده اول ما يفتحه هتلاقي فيه كذا بارتيشن وكذا خانه تقدر تخصصهم بالوقت اللي انت عايزه. تقدر تعزل التليفون بتاعك كله حرفيا وما تستخدمش غير تطبيق او تطبيقين بس لمده مثلا نص ساعه او ساعه او ساعتين على حسب الوقت اللي انت محتاجه، وتقدر في اي وقت تخرج منهم. يعني هيتيح لك انك تركز مثلا لمده ساعه في انك مثلا تذاكر مثلا، ومش هتلاقي غير بس تطبيق واحد تقدر تستخدمه وهو مثلا كيب نوت مثلا. هتيجي تقول لي طب ما انا ممكن احط انستجرام واستخدمه وانا بذاكر، اقول لك ما هو بقى زين ما سكتش، عمل بقى خاصيه انت مش هتقدر تعمل فيها حاجه. دي مجرد بس ما تحط التايمر اللي انت عايز تبدا بيه وليكن نص ساعه، واول ما تدوس ستارت عادي التنازلي ده يخلص، انت مش هتقدر تستخدم التليفون نهائي، ولا حتى تقدر تحط تطبيق تستخدمه. كل اللي التليفون بتاعك يقدر يعمله ان هو يستقبل مكالمات وبس. فحرفيا لمده ساعه او نص ساعه او ساعتين ايا يكن التايمر اللي انت حاطه مش هتقدر تستخدم التليفون، وهيبقى عباره عن حته حديده في ايدك حرفيا. وطبعا عشان ما تجيش تقول لي منك لله مصطفى ده انا كنت محتاج التليفون في الوقت اللي انا عملت فيه كذا وحصل لي مصيبه، حصل حريق، حصل حاله وفاه وما عرفش اتصل بالناس، فتقدر تفك القصه ديت لو عملت ريستارت بس الجاي. انا ما قلتش حاجه، استحمل نتيجه عدم التزامك، ماليش دعوه، ما قلتلكش بيتفك ازاي. فلو كنت مش قادر تلتزم بستي فري فحمل تطبيق زين، حرفيا هيخليك تلتزم غصب عنك. نيجي بقى للمشكله الرابعه، ودي بالنسبه لي احسن مشكله مرت عليها في حياتي، لان هي عرفتني على حاجه اسمها نوشن. انا بني ادم احلامي كتير وطموحاتي كتير جدا، وعندي كميه جوانب في حياتي كتير قوي 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 ما تتعدش، عندي اهتمامات كتير جدا لحاجات كتير جدا، ودايما كنت تايه، دايما مثلا بنسى اكتب حاجات، بنسى اعمل حاجات، بقى في حاجات نفسي مثلا اعملها بنساها، في حاجات مثلا ببقى مخطط لها بنسى اعملها، في حاجات شخصيه ببقى عايز اعملها بنساها. وهنا يجي المنقذ الخرافي نوشن. نوشن مش بس اداه تكتب فيها وتدون فيها او بس اداه تعمل فيها مهامك اليوميه وتتشك عليها بس لما تيجي تعمل اي حاجه، لا، نوشن ده اكبر بكتير مما تتخيل. برنامج معقد بكل ما تحمل الكلمه من معاني، ولا مش قصدي انه معقد ان هو صعب، انا قصدي انه ممكن يخلق لك سيستم كامل يدير حياتك من اول ما تصحى من النوم لحد اخر يوم في حياتك. نوشن مش بس تطبيق بيدير لي حياتي، لا ده تطبيق ده حرفيا العقل التاني بتاعي. بقدر ادير من نوشن اي حاجه لها علاقه بالماليات، بقدر ادير من نوشن اي حاجه لها علاقه بشغلي، الشركه اللي انا شغال فيها، يوتيوب، كل حاجه حرفيا بقدر اديرها من نوشن. بقدر ادون، اتابع مدوناتي، اتابع شغلي، اتابع تاسكاتي، اعمل الارم لاي مهمه، اقدر اشارك بيدج معينه مع حد معين نشتغل عليها سوا، اقدر اعمل مشروع كامل واقدر اضيف كذا حد نشتغل عليه سوا. نوشن اداه قويه جدا، لو قعدت اتكلم عليها من هنا للسنه الجايه حرفيا مش هعرف اخلص كل المميزات بتاعتها، لان انا اصلا يعني بالكاد عرفت اتعلمها وعرفت اتعلم منها حاجات بسيطه جدا، بس قدرت حرفيا تغير حياتي. يعني المعلومات الصغيره اللي انا قدرت اجمعها من كل فيديو، من حد بيشرح فيديو لنوشن، من حد مثلا جاب تمبلز مثلا جديده لنوشن،
فالمعلومات اللي انا قدرت اجمعها البسيطه دي غيرت حياتي حرفيا. فبالك مثلا لو خدت فيها كورس مثلا او لو تعمقت اكتر في نوشن، حرفيا نوشن يستاهل كل ساعه تبذلها فيها. الاول هتحس ان الموضوع صعب جدا ومعقد، وحاسس ان انت دخلت كده مكان مربك ومتوتر انا في الاول كنت كده. اول ما دخلت نوشن، انا على فكره انا محمل نوشن ده من 2020، كل مره اخش اخرج، كل مره اخش مش فاهم اعمل فيه. كنت كل يعني بخش مثلا تحس ان انت داخل جيم مثلا عملاق فيه كميه امكانيات وكميه ادوات وكميه حاجات كتير قوي، بس داخل عشان تتمشى على المشايه. فانت دفعت اشتراك كبير جدا 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 في جيم فخم زي ده عشان بس تتمشى على مشايه. فهو ده اللي انا كنت بعمله في نوشن، كنت بخش اعمل تاسكات بس واخرج. بس الموضوع صعب اصلا، فكره انت تعمل تاسك اصلا حوار، انك تعمل سلاش مش عارف ايه عشان تعمل تاسك. طب ما استخدم تيك تيك او استخدم اي تطبيق تاني بيعمل الحاجات دي، لحد ما عرفت يعني ايه نوشن، لحد ما عرفت قد ايه انا يعني مهامي كتير، وقد ايه انا انشغالاتي كتير، وقد ايه انا عندي جوانب كتير في حياتي محتاج انظمها، وما لقيتش غير نوشن هو اللي ينظمها لي. يعني عايز اقول لكم ان نوشن ده لو في مره كده اختفى من على الوجود، انا حياتي هتوه يعني هضيع. فانصحك بتجربه نوشن اللي هيرتب لك حياتك كلها، اي حاجه تتخيلها في حياتك، اي حاجه، اي مشروع، اي داتابيز، اي جدول، اي حاجه تخطر في بالك حرفيا تقدر تعملها جوه نوشن. لو عايز تتعلم نوشن ففي كميه فيديوهات رهيبه على يوتيوب تعلمك نوشن، مش كتير قوي بس كفايه انها تعلمك نوشن. طبعا في قنوات كتير قوي بتشرح الموضوع دوت، وبرده مش كتير قوي عشان في ناس كتير ما تعرفش بنوشن. فلو عاوز اقوى مصدر تقدر تتعلم منه نوشن، فانصحك بقناه دروس اونلاين لصاحبها احمد ابو زيد اللي برده عامل كورس لنوشن. ولو انتوا حابين اشارككم تجربتي المتواضعه البسيطه قوي في نوشن، وقدرت ازاي اتعلمه، وايه التمبلز اللي بستخدمها، او ايه التمبلز اللي انا عملتها، فقولوا لي تحت في التعليقات وممكن اعمل لكم فيديو مخصص بس لاستخدام نوشن. ولحد هنا اقدر اقول لك ان احنا خلاص وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا جدا لوقتك اللي لا يقدر بثمن. ولو الفيديو عجبك وفادك ما تنساش في العاده تعمل اشتراك ولايك، واشوفك في فيديو تاني. انت نسيت ان كان في مفاجاه اخر الفيديو ولا ايه؟ لو انت وصلت بقى لحد هنا هتعرف المفاجاه ايه هي. اول مفاجاه في الفيديو هو ان انا فعلت زرار السوبر سانك. طبعا دي مفاجاه ليا انا مش مفاجاه ليكم انتوا. طيب تاني مفاجاه وهو ان انا فعلت خاصيه الانتساب. طبعا دي مفاجاه ليا انا برضه مش مفاجاه ليكم. خاصيه الانتساب ديت تقدر تشوف الفيديوهات قبل ما تنزل على القناه، تقدر تشوف فيديوهات حصريه بس ليك انت، كمان هيبقى ليك الاولويه في الرد على التعليقات، وهيبقى ليك الاولويه في التواصل معايا على جميع المنصات. فممكن تشوف تفاصيل اكتر لو دوست على كلمه جوين اللي جنب كلمه اشتراك في القناه. ولو مش مشترك في القناه اشترك في القناه عشان يظهر لك كلمه جوين. الاثنين مع بعض يعني، اشترك ودوس لايك. اوكي طيب المفاجاه بقى اللي ليكوا انتوا، سواء انت بنت او انت راجل بتتفرج على الفيديو، فاحنا عاملين خصم 50% على جميع منتجاتنا اللي على بيج جاست اجر. كل الاكسسوارات الرجالي، كل الاكسسوارات الحريمي اللي ممكن تتخيلوها هتلاقوها على البيج. ولو ما لقيتوش الاكسسوارات اللي انتوا عايزينها ممكن تبعتوا لنا صوره وهنوفر لكم نفس القطعه اللي انتوا وريتوها لنا، طبعا بخصم 50% والتوصيل مجاني. الكلام ده لحد بعد اسبوع من نشر الفيديو. هسيب لك رابط الصفحه في الديسكربشن تحت، واشوفك في فيديو تاني. انا شفتك بعد ما خدت مصلحتك جريت وعملت اشتراك وعملت لايك، مفيش خصم 50%.